هل لازم تبقى فريلانسر علشان تبقى ديجيتال نوماد، ولا ممكن تبقى موظف عادي او صاحب بيزنس عادي او حتى لسه في بداية الطريق وتتحول بشكل قانوني 100% الى ديجيتال نوماد؟ استنى، الاجابة دي هتغير نظرتك للموضوع كله. فخليني قبل ما اتكلم اقول لك اهلا بيكم مع دكتور ايميجريشن. انا اكبر صانع محتوى في مجال الديجيتال نوماد في الوطن العربي، والنهارده احنا بنتكلم على ازاي ان انت تصبح ديجيتال نوماد وتغير طريقة حياتك وطريقة شغلك. بس خليني اقول لك حاجة مهمة في البداية. اكبر غلط بيقع فيه الناس انهم فاكرين ان الديجيتال نوماد ده معناه شغل حر وبس. بس الحقيقة ان دوت مش صحيح. الديجيتال نوماد الحقيقي هو شخص بيقدر يشتغل من اي مكان باي شكل قانوني وباي هيكل دخل مناسب ليه. فخليني اقول لك مثلا تأسيس شركة دي واحدة من افضل الطرق اللي تخليك ديجيتال نوماد. ليه؟ لانك بدل ما تبقى فرد بيستقبل فلوس، انت هتبقى بيزنس بيستقبل فلوس. بس استنى، اول ما تبقى شركة انت مش مربوط بدولة واحدة، تقدر تقدم خدماتك لاي حد في العالم، تستقبل فلوس بشكل رسمي، سواء كنت فريلانسر، كونسلتنت، ايجنسي اونر، او حتى كونتنت كريتور. في طريقة تانية وهي العمل بي تو بي، يعني بدل ما تشتغل كموظف انت تشتغل كمقدم خدمة لشركات. وده مهم جدا لان الشركات ما بتسألكش انت فين، هي بتسألك انت بتقدم لي ايه وهتقدم لي الخدمة دي امتى. في عالم الديجيتال نوماد الوظيفة مش هي اللي بتحدد حريتك، لكن طريقة التعاقد هي اللي بتحددها. طيب في طريقة ثالثة زي مثلا الفواتير الدولية، وده معناه انك تقدر تبعت انفويس او فاتورة لاي عميل في اي دولة، وده بيخليك تتحرك بسهولة من غير ما تحتاج وظيفة ثابتة، سواء كنت بقى بتشتغل تصميم، بتشتغل برمجة، بتشتغل تسويق، مونتاج، او حتى صنع محتوى وكونسلتيشن. كل ده ممكن يتحول لنظام فواتير دولية. رابع طريقة وهي الكرييتور ايكونومي. الكرييتور ايكونومي دي واحدة من اقوى الطرق في 2026. طب يعني ايه دي يا عم الدكتور؟ انك تبني دخل من المحتوى، سواء بقى يوتيوب، سواء بقى تيك توك، انستجرام، بغض النظر عن المحتوى، فانت بتبني دخل من المحتوى اللي انت بتعمله.